بكري وانا ندور على الفيسبوك شد انتباهي منشور المواطنة تكتب ومقهورة من جيرانها. حبيت نشارككم الحكاية متاعها. به تقول: أنا نسكن وين جامع الرحمة متاع نابل مقابل شركة ديماسي، عندي 5 سنوات ما نعرفش إنها منطقة واد. ليت الكارثة الطبيعية حطيت كرهبتي كالعادة مع 9 متاع الليل وكانوا جيراني معايا. للأسف خرجوا بعد بداية نزول الأمطار، خلص بدلوا كراهبهم وين معهد محمود المسعدي لأنهم يعرفوا إنها مجرى متاع واد البلاصة ديك. جاري هز كرهبته وكرهبة مرته ونقلهم، وبيني وبينه 3 متر. المشكلة إنه ندخلوا من نفس الباب ونسكنوا في نفس العمارة ونسكنوا فوق بعضنا. كرهبتي تعبيت بالماء، خرجت من ساعتين متاع الصباح ما نلقى حتى سيارة، كان سيارتي غامها الماء كما تشوفوا في التصويرة. والله حسيت بخنقة عمري ما حسيتها. دخلت نبكي للدار وزوجي أمني بايت يخدم على روحه. بربي علاش الشماتة؟ علاش القلب الفاسد؟ ما فيها باس كيف تقول لي يا مدام اجا بدل كرهبتك، انا يعوض عليا رب، المهم انا وولادي لاباس. اما القلب الدوني والجار اليهودي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وجعني قلبي انهم يهود مش مسلمين. هو اليهودي فيه الرحمة، وبربي كل جار يطمن على جاره رانا وخيان، والجار للجار رحمة وليس نقم. هذا شنو مهبطة ستاتوي على الفيسبوك. أنا حبيت نقول لك يا مدام ساعة، أول حاجة ربي يعوض عليك ويجبر بخاطرك، والحمد لله على سلامتك وسلامة صغارك أهم من أي كره. أما كلمة حبيت نقولها: الجيرة أخلاق قبل ما تكون سكن. اللي يعرف يختار ويسكت وما ينبهش هذا اسمه نقص ضمير مش نقص دين. الرحمة ما عندهاش جنسية ولا ديانة، والجار الحقيقي هو اللي يخاف على جاره كما يخاف على روحه. على كل حال ربي يهدي النفوس ويحاسب كل واحد على فعله، واللي صار هذا درس لنا الناس الكل. ومرة أخرى إن شاء الله ربي يعوض عليك. أنا أوصي الجيران أن يحترموا حقوق بعضهم البعض. إياك أن تؤذي جارك، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. احذر أن ينام جارك وهو خايف منك، خايف أنك تفتح الدريشة وترى معاور البيت ومحارم البيت، ويخشى أن أبنائك يكسرون شيئا أو يخربون سيارة أو يؤذونه عند بابه أو غير ذلك من الإيذاء. اتقوا الله في الجيران. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت من كثرة ما يوصي أنه سيورثه، أنه بيدخل معنا في الميراث. فالجار له حق عظيم.